أولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لحسن الاستضافة ولإعطائي فرصة وإتاحة الفرصة لي أن أنا أتكلم عن بلادي قطر، وأن أحتفل وياكم باليوم الوطني القطري. أول شيء راح أتكلم بشكل عام عن قطر. هي شبه جزيرة تقع على الساحل الغربي للخليج العربي، جنوب غرب آسيا. تحدها من الجنوب المملكة العربية السعودية، أما حدودها البحرية فهي مع البحرين والإمارات. سكان قطر في آخر إحصائية بلغ عددهم أكثر من 2,600,000 نسمة. مساحة دولة قطر تبلغ 11,521 كيلومتر مربع. أما عن المناخ في دولة قطر فهو صحراوي جاف. فالصيف يكون الجو جدا حار، وبالشتاء تكون درجات الحرارة معتدلة إلى باردة نسبيا. أما عن تضاريس قطر فتكثر في قطر الهضاب والتلال الكلسية. تعتبر طبيعة دولة قطر، يعني تعتبر الأجزاء الشمالية والوسطى في الدولة أكثر خصوبة، والزراعة تنتشر فيها أكثر من الأجزاء الأخرى. أما عن العملة الرسمية في دولة قطر مثل ما هو متعارف عليه هو الريال القطري. الدين الإسلامي طبعا هو الدين الرسمي في الدولة. راح أتكلم عن الأماكن السياحية في دولة قطر. أنا اخترت مجموعة أماكن راح أتكلم لكم عنها. أول شيء اخترت لكم جزيرة النخيل. جزيرة النخيل تبعد عن الكورنيش اللي في الدوحة مسافة 10 دقائق تقريبا. نقدر نوصل لهالجزيرة بالمراكب البحرية التقليدية. هالجزيرة مكان ترفيه وايد حلو، موجود فيه يعني أماكن للأطفال والعائلات، وفيه وايد مطاعم ومقاهي. ليش سموا الجزيرة هاي جزيرة النخيل؟ لأن أشجار النخيل وايد في هالجزيرة، وهالجزيرة تشكل وجهة وايد حلوة، وايد مناسبة للي يحب الترفيه والمغامرة. وجهة حلوة للسياح يعني. ثاني مكان راح أتكلم عنه هو شاطئ خور العديد. هالشاطئ يبعد عن الدوحة 78 كيلومتر، تحديدا هو جنوب شرق البلاد. يمتاز هالشاطئ هذا بالكثبان الرملية اللي يصل ارتفاع بعضها إلى 40 متر، ولهذا يعتبر شاطئ الخور أعجوبة، يعني أعجوبة قطر الصحراوية أنا أسميها. يعني جدا جميل هالمكان. قطر فيها وايد متاحف، مثل متحف السلاح، متحف خاص للسلاح. تنعرض فيه قطع سلاح نادرة وقديمة. وفي متحف الخور تعرض فيه نتائج وكشوفات التنقيب اللي تمت في مدينة الخور. في متحف الوكرة يضم هالمتحف كل ما يخص الحياة البحرية في قطر. وايد وايد متاحف، يعني منها باختصار بذكر لكم عشان الوقت، يعني بذكر لكم متحف قطر الوطني، في متحف الفن الإسلامي،
هاي بالذات هالمتحف يعتبر أيقونة معمارية في قطر، صراحة وايد حلو. هالمتحف يمتاز بمقتنياته النادرة ذات القيمة العالية جدا، يعني متحف رائع في حديقة. اللي حاب يستمتع بالمناظر الحلوة ويعني يروح حديقة متحف الفن الإسلامي، جميلة جدا جميلة. ننتقل معاكم للحدائق. قطر فيها وايد حدائق حلوة، مثل ما قلت لكم قبل في حديقة متحف الفن الإسلامي. في أيضا حديقة الوكرة والحويلة وسمرة، وفي حديقة برزان، وفي حديقة اللقطة، وحديقة البدع. في طبعا عندنا حديقة الحيوان، وعندنا حدائق كثير 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 وايد وايد حلوة. أماكن أثرية وايد بقطر، أذكر منها قلعة الوجبة. قلعة الوجبة طبعا تم إنشائها في أواخر القرن 18 أو بدايات القرن 19. سميت باسم قلعة الوجبة نظرا للمعركة اللي أقيمت بالقرب من هذه القلعة، وانتصر فيها القطريين عام 1893. معروفة هالمعركة، لو بتقرون عنها معركة الوجبة. أيضا قلعة الزبارة في قلعة أم صلال محمد. وفي أيضا من الأسواق المعروفة في قطر سوق واقف. وأيضا من المعالم الجميلة في قطر برج برزان. هالبرج اللي تم تأسيسه في أواخر القرن 19، يقع في منطقة أم صلال محمد. بتكلم عن الأكلات الشعبية عندنا في قطر بشكل سريع. عندنا الهريس، هاي المكون الأساسي في هالأكلة القمح. طبعا الهريس إما يكون بلحم أو بدجاج. في عندنا المضروبة تشبه الهريس، بس يعني سموها مضروبة لأن خضار مضروبة مع بعض وتشبه الهريس. وبعد المضروبة يحطون وياها دجاج. في الثريد هذا عبارة عن خبز يكون يابس، رقائق خبز مجففة ويابسة، نفس خبز الصاج بس يكون يابس. هاي بعد يحطون يشربونه بمرق الدجاج أو اللحم، ويحطون وياه خضار. في عندنا القيمات، في عندنا البلاليط هاي مثل ما يسمونها الشعرية، بس يحطون عندنا وياها سكر وهيل وبيض. فما أدري أنا أصنفها من الحلا أو الأكل العادي، يعني لأنه يحطون وياه سكر ويحطون وياه بيض، فالسكر حالي والبيض مالح، فيعني أكلة لذيذة صراحة البلاليط. في عندنا من الحلويات الخبيص والساقو والمحلبية أو يسمونها المهلبية. للقيمات أنا قلت للقيمات بعد. فعاليات كثيرة مصاحبة لليوم الوطني لدولة قطر، وكل القطاعات تحتفل. طبعا من أهم الفعاليات وأبرزها في فعالية اسمها درب الساعي. هاي الفعالية باختصار هي تعرف الزوار بتراث وتقاليد دولة قطر على مر العصور. في قسم أو في ركن يعني في درب الساعي في ركن لحياة البادية، يعرفنا بحياة البادية كيف. وفي قسم أيضا
للأكلات الشعبية. باختصار يعرف بعادات وتقاليد دولة قطر، ويعرف الناس شنو هي قطر، وشنو على إيش تحتوي، أو شلون الحياة صايرة في قطر يعني، قديما وحديثا.